السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة هعمل معاكم أكلة اقتصادية وحلوة قوي وموفرة، والإمكانيات موجودة عندنا في أي بيت وتغيير. جبت هنا بيض وسلقته. أكلة حلوة قوي قوي وخفيفة وتغيير عن اللحوم احنا ساعات بنزهق وبنبقى عايزين نغير ونقتصد. قبل شهر رمضان الواحد مش بيبقى عايز يطبخ. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. انا هنا كان عندي بطاطس وسلقتها، قشرتها وغسلتها، وقلت اما اعمل شويه سلطه كده حلوين. قطعت خيار وقطعت بصل وطماطم وحطيت فلفل وكمون وخل. السلطه حلوه قوي قوي قوي، جربوها هتعجبكم. جميله قوي قوي مع الاكله دي او مع السمك الاسماك او المشويات. حطيت فلفل وكمون وشويه خل. بصوا، كانت حلوة قوي قوي، جربوها وهتعجبكم. دلوقتي البطاطس كانت بتتسلق والبيض اتسلق خلاص وخلصت السلطة. هطلع دلوقتي البطاطس في مصفى وهسيبها تبرد خالص، وبعدين هجيب بقى جبت القطاعة، هقطع البطاطس ترانشات كده وهقليها. بتبقى حلوة قوي ومقرمشة وجميلة، احلى من البطاطس اللي بنقطعها وبنقليها على طول. دي طريقه حلوه قوي. بتجيبي البطاطس وتسلقيها في ميه لحد ما بتدوسي عليها كده بالسكينه تشوفيها استوت، بتطلعيها، وبعدين بتخليها تهدى شويه وتقطعيها زي ما انا بقطعها كده وبتقليها. بتبقى طعمها حلو قوي قوي. جربوها يا بنات وهتعجبكم ان شاء الله. وعملت جنب الاكله دي رز بالشعريه، اكله اقتصاديه وموفره. جربوها هتعجبكم. انا هنا كنت بقطع البطاطس، هي كانت سخنة وانا خايفة تتهرد مني. كنت بقطعها بالراحة بس. كده انا جبت هنا البيض وبقشره علشان ادحرجه في زيت او سمنة اللي موجود عندك. البيض المدحرج ده حلو قوي، بيض مصري جميل. والبيض المدحرج محدش يعرفه الا المصريين. بندحرجه كده في شوية زيت او سمنة، بيدي طعم حلو قوي. البيض المسلوق. قومي بقى لو انت عندك بيضتين وبطاطسيتين وشوية رز، قومي اعملي الأكلة دي هتعجبك جدا. بس انا كده بقول لكم ان انا قشرت البيض. دلوقتي هنزل البطاطس في الزيت بقليها. ما بتاخدش كتير لان هي اصلا مستوية، هي بس هتاخد وش. بس بوريكم ان البطاطس محمرة والله مقرمشة جدا، وطعمها متغير عن البطاطس المقلية العادية اللي احنا بنقشرها على طول وبنقليها. واطفالنا هتحبها قوي لانها شبه الشيبسي. انا هنا كنت بقطعها لكم بس كانت سخنه فما قدرتش امسكها فقمت دقتها. كانت مقرمشه قوي وحلوه. بس خلاص انا كده الاكله واضح. عملت البيض بس المقطع ما جاش. الاكله كده خلصت. اكله لذيذه وطعمه، يا رب تعجبكم. استنيني في وصفات تانية كتير. باي باي.